في ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك، يعود النقاش حول الغلاء الذي يشهده سوق تذاكر النقل إلى الواجهة، حيث يتهم عدد من المواطنين مالكي وسائل النقل، خاصة الحافلات، بالاستفادة من الطلب المتزايد في هذه الفترة الموسمية لفرض رسوم غير مبررة على تذاكر النقل. وفي هذا الصدد، وردا على هذه الشكاوى المتكررة، أوضح وزير النقل واللوجستيك أن هناك خطوات تم اتخاذها لمواجهة هذه الممارسات، حيث أكد بأن لجانا مختصة تم إنشاؤها على مستوى العمالات والأقاليم لمراقبة أسعار التذاكر، بهدف ضمان عدم تحصيل رسوم زائدة أثناء فترة العيد. مع ذلك، فإن التحديات التي تواجه المسؤولين لا تزال قائمة، حيث يواجهون صعوبة في مراقبة ومعاقبة جميع مالكي وسائل النقل في الوقت المناسب. وبالتالي، فإنه من الضروري أن يتم تعزيز جهود مراقبة الأسعار وتطبيق القوانين المنصوص عليها لضمان حقوق المواطنين ومنع الممارسات غير المشروعة.